الناس بتوع زمان دول عليهم حاجات غريبة قوي. أهمها إن ولا كان عندهم إمكانيات ولا عندهم كم البهارات اللي موجودة عندنا، ومع ذلك الأكل كان بيطلع له شمخة وريحة قوية جدا وأحلى من اللي احنا بنعمله دلوقتي. ولو أي حد سألته أحلى أكل بتاكله من إيد مين، على طول الإجابة بتكون أكل أمي. وده اللي أنا عملته النهاردة، السفرة كاملة من الألف للياء على طريقة أمي الله يرحمها. طبعا كلكم عارفين علشان أمي ماتت وإحنا صغيرين، فأنا متأثرة جدا بيها، وبحاول على قد ما أقدر أعمل كل الأكل على طريقتها. تعالوا مع بعض نشوف ايه اللي كانت بتعمله كان بيخلي الكل يتجنن على اكلها، والكل يسأل هي عامله ازاي. بس قبل ما نبتدي بقى يا ريت تكملي الفيديو للنهايه وتعملي لايك وشير، وتعالي شوفي امي كانت بتسلق الفراخ ازاي. انا النهارده عاملاه بطريقتها مش بطريقتي، فهتلاقوا في اختلاف شويه. اول حاجه هي كانت بتشوح الفراخ في معلقه سمنه بلدي كده في الحله الاول. بالمناسبه الفراخ دي بلدي، وطبعا غسلاها كويس قوي. وانا هنا مش غسلاها بالطحينه، انا غسلاها بحاجه تانية خالص هتصدم البعض، فعشان كده مش هقولها. تمام، دي كانت طريقه امي بالمناسبه. وهي بتشوح الفراخ كانت بتروح مخرطه بصل عليها كده، وتحط شويه فلفل اسود، وبعد كده تتكمل تشويح. اول ما تلاقي الفرخه كلها ابتدت تلم كده وتكش، معنى كده انها اتشوحت كويس قوي، بتروح حاطه الميه وتسيبها تغلي. واثناء ما بتغلي بتقعد تجمع الريم كده، وكانت دي مهمتي انا وقت الاكل. وانا صغيره طبعا، لما كبرت كانت بتوكل الي اعمال اكثر اهميه. بعد كده بتروح نازله بالملح وشويه تاني من الفلفل الاسود، لان الجزء التاني راح في الريم. وبتروح نازله بحاجه غريبه قوي بتقول عليها شعره كمون، وده دلاله على ان الكمون نسبته قليله قوي. وتسيب الفراخ على نار هاديه تستوي، وبعد كده بقى بتوكل ليا انا عمليه طبخ الرز، وبرده اللي كان بيبقى تحت اشرافها وعلى نفس طريقتها. بننزل بالشعرية في معلقة سمنة وحوالي معلقتين زيت، والنار تكون هادية علشان الشعرية ما تتحرقش. وده اللون المثالي للرز بالشعرية، لأن الشعرية لو غمقت أكتر من كده الرز بيغمق. كلامي للبنات اللي داخلة المطبخ جديد، مش لحبايبنا أساتذتنا اللي بيطلع من تحت إيديهم عزومات. بعد كده هننزل بالملح وهنشوح الرز كويس قوي. والرز ده انا نقعاه لمده 10 دقايق الاول عشان يطلع معايا مفلفل. وايوه، عشان الرز يفلفل انقعيه، المعلومه دي خديها مني وانت مغمضه. بعد كده هنزل بالقعد بتاع الرز، وهزود مغرفتين شوربه، وهظبط الملح وهسيبه يستوي على نار معقوله لحد ما نبتدي الميه تقصر. بعد كده بقى ههدي النار زي ما هتشوفي كده. ده علشان انا بطبخ في حله ستانلس، فهديت النار بدري شويه. بعد كده بقى هنروح نعمل اللسان عصفور، اللي برضو بطريقه امي، انا بعمله بطريقه مختلفه بالمناسبه. بنزل بشويه من الزيت وشويه من السمنه البلدي، وبروح نازله بلسان عصفور بتاعي بحمره. وبروح بعد ما يبتدي ياخد اللون الذهبي الحلو بتاعه، بروح نازله عليه بالكميه المناسبه للشوربه، اهو من الشوربه. بالمناسبة لسان عصفور بنطفي عليه النار بدري شوية علشان هو بيكمل سواه بفعل درجة الحرارة. هنا الرز بتاعي خلاص اتشرب، ومش بقلبه بس قبل الغرفة على طول مباشرة. هنا خلاص اللسان عصفور بقى مدقدق. تعالوا بقى نعمل صينية بطاطس عجيبة جدا كنا بنعملها في العزومات، وكانوا بيسألونا ايه سر طعمتها، رغم ان هي عبارة عن بطاطس وبصل وبس، وشوية من الفلفل الاسود ومعلقة من السمنة البلدي. ما بنحطش اكتر من كده يا جماعه، ولا توم ولا فلفل ولا طماطم ولا اي حاجه. صينيه بطاطس قرعه زي ما انتم شايفين كده، بس كل اللي كان بيدوقها كان بينبهر بيها، وكانت بتطلب مننا في العزومات على فكره. هتاخديها بعد ما حطيتي كل الكلام ده وتنزلي عليها بالشوربه. انا ما حطيتش ملح لان الشوربه فيها ملح. هنغطي عليها ونسيبها تستوي، بتقعد بالظبط تلت ساعه وتستوي. البطاطس بتستوي بسرعه جدا. نيجي بعد كده بقى للملوخيه، ودي بقى مش عايزه اقول لكم والله يا جماعه كان الكل بينبهر بيها. احنا هنعمل النهارده ملوخيه ناشفه. معلقه سمنه، بشرنا طماطميه كده وشوحناها في قلب السمنه، ونزلنا بالملح. وبعد ما تسبكت التسبيكه الخفيفه دي، هنزل بشويه من الشوربه على مقدار الملوخيه. دي طريقه الملوخيه الناشفه اللي كانت متاحه عندي وقتها. لو هعملها خضره تبقى الطريقه مختلفه. دقيت فصين توم مع قرن فلفل وغليت في الشوربه، وبعد كده رحت نازله بالمقدار بتاعي من الملوخيه الناشفه. ومش هنعمل الطشه دلوقتي، هقول لكم تركايه الطشه دي عشان ليها حكايه لوحدها. هنا خلاص الملوخيه يعني جاهزه، هشيلها واروح بقى علشان نعمل خطوه مهمه. ماما الله يرحمها كانت بتحمر الفراخ في سمنه بلدي زي ما انتم عارفين. طبعا زمان بقى خير غير دلوقتي. بتعمل ايه بقى في سمنه الفراخ دي؟ هقول لكم بتعمل فيها ايه. بعد ما حمرت الفراخ، او بعد ما كانت بتحمر الفراخ، كانت بتجيب الطشه بتاعه الملوخيه اللي هي التوم بالكزبره، وتحمره في قلب سمنه تحمير الفراخ، وتروح عامله بقى ايه، تروح نازله بيه على الملوخيه. عايزه اقول لك بيبقى طعمها حلو جدا. اول هام سمنه الفراخ استفدنا منها، كده كده سمنه بلدي ما فيش منها اي ضرر. تاني هام خدت كل النكهات الحلوه اللي في الفراخ مع الفلفل الاسود مع الحاجات دي. هنا خلاص
البطاطس استوت، تعالوا بقى نروح نجهز سفرتنا. اول حاجه كانت بتعمل حاجه حلوه قوي، ودي والله يا جماعه بتفرق رغم بساطتها، بتفرق جدا كمان. كانت بتجيب شويه فلفل اسود وشويه ملح وترش على الفراخ من فوق كده. بالمناسبه انا بعرف اعمل طرق فراخ كتير جدا تفوق ال40 وصفه، بس دي احلى وصفه عندي. حتى وانا بغرف الاطباق كنت حريصه ان انا استخدم الحاجات اللي كانت شبه ايامينا وقتها. سفرتنا جهزت والحمد لله كله زي الفل. وبالمناسبه اللي خلاني اعمل الكلام ده بنفس طريقه امي، ان اخويا حبيبي كان جاي ساعتها يتغدى عندي، وعلشان كده عملت الاكل على طريقه امي. تقدروا تقولوا كده سفرتنا النهارده من الالف للياء كانت بتوقيع امي الله يرحمها. عشان كده بقى لو عجبكم الفيديو لايك وشير، واتمنى لكم كل خير، وتحياتي ليكم دايما رشا الغفير.